كلنا عارفين إن جواز الأقارب مش كويس وخطير على صحتك، لكن كنت تعرف إن الكلام ضد جواز الأقارب يعتبر إسلاموفوبيا على حسب كلام النائبة دي؟ كنت أتمنى أقول إني ببالغ، بس تقدر تسمع بنفسك. فيه مخاطر صحية مثبتة مع زواج أبناء العمومة من الدرجة الأولى. وأنا متفق إن دي مشكلة فعلا، دي مشكلة محتاجة وعي أكتر. يا جماعة، دي مش مشكلة محتاجة وعي أكتر. إحنا على وشك نوريكم الإحصائيات عن عدد جوازات الأقارب اللي بتحصل في المملكة المتحدة بين فئات سكانية معينة، والمخاطر الجسدية الحقيقية اللي ده معناه. ماشي؟ صعب التصديق قد إيه الموضوع ده سيء للأطفال اللي بيتولدوا من جوازات الأقارب. الإحصائيات فعلا مذهلة. هي مش سيئة لصحتك، هي فعلا مذهلة. على فكرة، أهلا بكم في برنامج بوشباك. أنا ميراكا مقدمتكم. إحنا بنواجه الناس اللي عايزين يدمروا الدول الغربية اللي بنعتز بيها، ولو لاحظت إن ده بيحصل يبقى أهلا بيك، أنت لقيت ناسك. فخليكم متأكدين إنكم تشتركوا في القناة دي علشان تروجوا للفيديو ده وتعرفوا الناس إحنا بنعمل إيه هنا، لأن فعلا أنتوا لقيتوا ناسكم. اختبارات العذرية والزواج بالإجبار وحرية المرأة. لازم الزواج بالإجبار يتمنع، وحرية المرأة لازم تتحمي. هو تقريبا كان هيقول حرية المرأة لازم تتمنع. زالت لسان فرويدية كده يا حبيبتي، أوقات كده. ومع ذلك الطريقة لحل المشكلة ذي مش إننا ندي الدولة السلطة تمنع البالغين من الجواز من بعض، خصوصا لأني مش شايف إن ده هيكون فعال أو ممكن يتطبق. بدل كده الموضوع لازم يتعالج كقضية توعية صحية وقضية ثقافية، لأن الستات بيتجبروا على الجواز غصب عنهم. أنا آسفة، يعني أنت بتقولي إن في المملكة المتحدة اللي بتمنع أي حد يتكلم ضد الإسلام، الحل مش إننا نصعب الجواز القانوني؟ الحل هو إننا نساعد الناس دي ثقافيا. أنت فقدتي عقلك؟ اللي أنت فعلا بتقولي يا أقبال محمد، اللي لسبب ما بقت نائبة في البرلمان. أنت بتقولي ما تتدخلوش، سيبونا نعمل اللي احنا عايزينه وإحنا هنخليكم توافقوا عليه. بس التلاعب ما بيقفش عند كده، ده بيزيد أكتر. وفي نفس الوقت مهم نعترف إنه بالنسبة لناس كتير الموضوع ده حساس جدا، ولما نيجي نتكلم عن الموضوع ده لازم نحاول نحط نفسنا مكان الناس اللي ممكن يكونوا مش من نفس ثقافتنا، علشان نفهم أكتر ليه العادة دي لسه منتشرة بالشكل ده. يعني أنا عايزاكي بس تغيري جواز الأقارب لكلمة البيدوفيليا للحظة وتسمعي تاني هو بيقول إيه. لازم نحاول نحط نفسنا مكان الناس اللي ممكن يكونوا مش من نفس ثقافتنا، علشان نفهم أكتر ليه العادة دي لسه منتشرة بالشكل ده. حوالي من 35 ل 50% من سكان أفريقيا جنوب الصحراء بيفضلوا أو بيقبلوا جواز الأقارب، وكمان الموضوع ده منتشر جدا في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. طيب، يعني انتي بتقولي ايه؟ ان بريطانيا دلوقتي بقت كده، يعني ده اللي بيحصل، فالموضوع ده لازم يتمنع دلوقتي. احنا هنرجع للفيديو ده كمان شوية، بس انا عايزة افكر الكل ان كير ستارمر بنفسه هو اللي منع حظر الجوازات دي في بريطانيا. الجواز بين أولاد العم والعمة والخال والخالة بيحمل مشاكل صحية كبيرة، وكتير منها مش ممكن نعرفه غير بعد الولادة. ولما الموضوع ده يتكرر جيل ورا جيل بيكون في تأثير مضاعف كبير، وكمان التأثير الحقيقي على انفتاح مجتمعنا وحقوق الستات في بلدنا كبير برضو. في الآخر في ديناميكية كبيرة لما يكون في ناس بيشاركوا نفس الجدود. يوم الجمعة الحكومة دي عندها اختيار إنها تسيب مشروع يعدي لمرحلة اللجنة علشان يمنع جواز أولاد العم والعمة والخال والخالة. هل رئيس الوزراء هيفكر تاني قبل ما يدي تعليماته لمسؤول الانضباط الحزبي عنده إنهم يوقفوا التشريع ده؟ لازم أعمل حاجات. يا سيد الرئيس، إحنا أخذنا موقفنا من المشروع ده، شكرا. وبكده نكون خلصنا أسئلة رئيس الوزراء. يعني هم وقفوا المشروع، تمام؟ فعلا وقفوا المشروع. يا جماعة، انتوا عارفين ايه اللي بيحصل في الخدمة الصحية الوطنية مع كل الحاجات دي؟ لأن فعلا الموضوع جنان. يعني عايزاكم تبصوا على ده ثانية. إرشادات الخدمة الصحية الوطنية بتقول إن جواز أولاد العم أو الخال ليه فوائد رغم خطر العيوب الخلقية. عضو البرلمان من حزب المحافظين بيقول إنه خدمة الصحة لازم تبطل تساير الممارسات الثقافية الضارة.
تعالوا نقرد شوية. الموضوع مقلق. أن باكستان الدولة اللي عندها سلاح نووي هي أكثر دولة فيها زواج أقارب العالم. الأبحاث الطبية بتبين أن الأطفال اللي بيتولدوا من زواج أولاد العم أو الخال عندهم احتمال أكبر بنسبة 400% أن معدل ذكائهم يكون أقل من 70. في بريطانيا دراسة من الخدمة الصحية الوطنية في برادفورد لقت أن 67% من الزيجات بين الباكستانيين البريطانيين كانت بين أولاد العم أو الخال. وده فيديو مرعب عن اللي بيحصل فعلا، صح؟ بصراحة أنا مش عايزة أتفرج عليه لأني مش شايفة أن ده مقبول. بس الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا اتعرضت لهجوم شديد، وكمان كير ستارمر اتهاجم بسبب كل ده. وعشان كده مش غريب لما تشوف الناس بتقول إيه عن كالسي. يا ترى كير ستارمر هيقول إيه في جلسة أسئلة رئيس الوزراء الجاية؟ الخدمة الصحية الوطنية من أهم الحاجات اللي الناس هيسألوا عنها. ليه؟ عشان هم عارفين إن الخدمة الصحية الوطنية فعلا انهارت ودلوقتي بقت تحت سيطرة الإسلاميين. على فكرة كالسي هي اللي بترعى التطبيق ده، وهم أكبر سوق لتداول التوقعات في الولايات المتحدة. وده معناه ببساطة إن هنا الناس بتشوف، هنا تقدر تشوف الناس فعلا بيفكروا في إيه، بيحطوا فلوسهم فين، وتوقعاتهم إيه. فلازم تنزلوا تطبيق كالسي وتستخدموا كود ميرا عشان تاخدوا $10 لما تتداولوا. $10 كالسي بتتكتب KALSHI. تاني راهن بفلوسك على توقعك واكتشف الناس فعلا بيفكروا في إيه عن كل اللي بيحصل، لأن فعلا الموضوع مجنون. بجد أنا شايفة الموضوع كله مدهش جدا. هما بيتظاهروا إن جواز الأقارب مفيد لصحتك. الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا بتقول إنه الجواز والإنجاب بين أبناء العمومة من الدرجة الأولى ممكن يكون مفيد، والمخاطر على حد قولهم تم المبالغة فيها. ده اللي بتوضحه الوثائق الجديدة. يعني إيه هي المبالغة؟ إرشادات هيئة الصحة الوطنية للقابلات بتقول إنه 15% من الأزواج من أبناء العمومة بيكون عندهم أطفال مصابون بحالات وراثية، مقارنة ب3% بس من الأطفال اللي اتولدوا لأبوين غير مرتبطين. يعني لو أي حد قالك إن في حاجة ممكن تزود احتمالية إن أولادك يجيلهم مشاكل وراثية بالشكل ده زي أمراض جينية، مش ده لوحده كفاية يخليك تتراجع؟ يعني بالنسبة لي مين هيحب يجيب أطفال للدنيا وهم عندهم مشاكل جينية؟ طبعا لو ربنا رزقك بطفل كده هتعملي كل حاجة عشان تعتني بيه. بس لو انت عارفة ان عندك اختيار بين انك تقللي فرصة انك تجيبي طفل كده او تزوديها بشكل كبير، ليه تدفعي نفسك للمخاطرة دي؟ خصوصا لو انت نظام طبي. خلي بالك لو انت بتخلقي ناس عندهم مشاكل صحية خطيرة، ده بيضغط على NHS، على الأنظمة الصحية. دول اللي لازم يتعاملوا مع ده، صح؟ يعني مش بس NHS تطلع وتروج لحاجة خطيرة على الصحة، لا، كمان بيضغطوا على أنظمتهم لما بيخلقوا ناس أكتر بالشكل ده. وده في الآخر معناه إن الناس العادية مش هيبقى عندهم نفس سهولة الوصول للنظام. الموضوع دي حسبة بسيطة جدا، مش معقول. دلوقتي الموضوع بيزداد سوء، لأن لما تشوف مش بس إن الكلام عن ده مش إسلاموفوبي، وكمان حاجة مجنونة إن الحكومة صدقت إنهم مش هيمنعوا ده علشان عارفين إن الناس اللي بينتخبوهم مش هيصوتوا ليهم، لأن نسبة جواز الأقارب عالية جدا في المجتمعات دي. الموضوع بيتقفل تماما. اسمعوا الحوار المجنون ده. أنا أخذت إجازة من التايمز وساندي تايمز علشان أعمل شوية أبحاث عن جواز الأقارب. أنا شايف إن ده فضيحة في البلد دي. نسبة كبيرة جدا من الناس بيتجوزوا أقاربهم. في مشاكل في الاندماج الثقافي، لأنه لما تتجوز قريبك بتفضل جوا مجموعة مغلقة وما بتندمجش بشكل فعال. وكمان في مشاكل خلطية بسبب الأمراض الوراثية المتنحية. كنت بتصل بعلماء كتبوا أبحاث وما كنتش بلاقي حد بيرد علي، كانوا قلقانين يتكلموا أو حتى يعلنوا رأيهم، لأنه الموضوع يخص مجتمع باكستاني في الأساس. ولقيت دليل في بحث عرفتها بشكل غير رسمي بيبين معدلات عالية جدا من زنا المحارم في مجتمع الباكستانيين في المملكة المتحدة حسب بيانات البنك الحيوي البريطاني. معلومات في غاية الأهمية للخدمات الاجتماعية وغيرها، لكن ما تمش نشرها لأن لجنة الأخلاقيات كانت شايفة إنها ممكن تثير التوترات العرقية. إلا لو الناس اللي على اليسار اللي بيتقال عليهم كده قبلوا تجاوزات الووك هيستمروا في إثارة اليمين الشعبوي، وأنا شايف إن ده بيضرنا كلنا. ده جنون إنك تخبي معدلات زنا المحارم العالية في مجتمعات معينة خوفاً من إثارة التوترات العرقية. طيب ده هو السياق اللي بنتكلم فيه.
عندك فضيحة جواز الأقارب ده، وعندك الحكومة البريطانية مش بتعمل أي حاجة بخصوص الموضوع ده، وعندك الإحصائيات اللي بتوضح قد إيه الموضوع ده خطير. في احتمال أعلى ب400% إن الطفل يكون عنده معدل ذكاء أقل من 70. 67% من الزيجات بين البريطانيين الباكستانيين بتكون بين أولاد العم أو العمة أو الخال أو الخالة. هيئة الصحة الوطنية بتكذب بشكل واضح، والنظام بتاعهم مش قادر يستحمل، وبيمثلوا إن ده شيء كويس علشان هما خايفين جدا. في السويد دلوقتي بقوا بيمنعوا جواز أولاد العمة أو الخال أو الخالة وجواز الأقارب المقربين علشان اكتشفوا إن الموضوع فعلا فيه مشاكل كبيرة. وبرغم كده لسه في واحد زي ده بيقول إن التصرف في الموضوع ده يعتبر إسلاموفوبيا. الناس العاديين بيشوفوا جواز الأقارب بشكل عام حاجة إيجابية جدا، وحاجة بتقوي روابط العائلية وبتخلي العيلة في وضع مالي أكثر أمان. أنت شخص عادي وبتؤمن بكده، بس من باب الفضول يعني. ومع ذلك زي ما هو موثق كويس، الموضوع مش من غير مخاطر صحية على أولاد العلاقات دي. ليه دائما الأطفال بيطحوا بيهم على مذبح الأسلمة؟ ليه كده؟ بعضهم هيتولدوا من غير جواز. بدل ما نوصم الناس اللي متجوزين قرايب أو اللي عندهم ميول للجواز ده، هيكون أحسن بكتير لو نسهل عليهم يعملوا تحاليل جينية متقدمة. يعني بص، دراعاته متقطعة ورجليه متقطعة زي رجليه، لغة جسمه متجهة بعيد. كل الناس دي على الآيباد بتاعها هي زهقانة. كل الناس دي شكلهم بيقولوا انتي بتتكلمي عن ايه بالظبط؟ تدريب للمقبلين على الجواز زي ما بيحصل في كل الدول العربية في منطقة الخليج وأكثر. بشكل عام لتنفيذ برامج التوعية الصحية اللي بتستهدف المجتمعات اللي العادة ذي منتشرة فيها أكثر. يعني بدل ما نقول إن الحاجة دي فعلا مشكلة ولازم تبقى غير قانونية، اللي المفروض نعمله هو نصرف فلوس دافعي ضرايب على محاولة توعية الناس دول عشان يبطلوا يعملوا الحاجة اللي هم هيكملوا يعملوها أصلا. وإحنا عرفنا ده إزاي؟ لأنه قال إنه لو حاولتوا تخلوها غير قانونية، كل اللي هيحصل إنهم هيكملوا يعملوها، بس مش هيتجوزوا بشكل قانوني. خليني أفهمها، أنت كده بتقول للناس كلها إنه مفيش أي طريقة إن ده هيقف؟ طب ليه نصرف فلوس دفع الضرايب على محاولة نوقفه بدل ما نعمل الحاجة اللي فعلا هتحمي الأطفال وتوقفه؟ علشان كده أنا بطلب من المجلس يصوت ضد هذا الاقتراح، ولازم نلاقي طريقة أكثر إيجابية للتعامل مع المشاكل اللي بتسببها زيجات الأقارب من الدرجة الأولى، بما في ذلك المخاطر الصحية والعواقب الناتجة عن الصراعات الحديثة وتشريد السكان حوالين العالم. هو حرفيا بيقول إن منع زواج الأقارب هيكون إسلاموفوبيا عشان ده جزء من ثقافته. ده مقرف، مثير للإشمئزاز، غير مقبول. أنا فعلا مش مصدق إنهم مستعدين يعرضوا أبسط الحاجات الفطرية، الحاجات اللي كلنا عارفين إنها صح، ويقولوا ده إسلاموفوبيا. وهم فعلا بيدفعوا الموضوع ده بقوة لدرجة إن حكومتنا بتصدقهم. الحقيقة إن الحكومة مش بتصدقهم فعلا. مفيش حد، خصوصا مش كير ستارمر، بيعتقد إن زواج الأقارب حاجة كويسة. هما بس مش قادرين يخسروا أصوات الباكستانيين، عشان كده مش هيعملوا كده. وبالنسبة لي ده مش كويس خالص. شكرا لاهتمامكم بالموضوع ده.